في يوم من الايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع ابا هريره في طريق كده في صمت تام خالص. وانا عايزك تقف هنا بس دقيقه وتفكر كده. تخيل كده انك ماشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق وعمال تتكلم معاه. انت متخيل؟ مجرد التخيل وانت فرحت، فربنا سبحانه وتعالى يكتبها لنا في الجنه، فقولوا امين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع الصمت ده وقال له: يا ابا هريره، الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ انت متخيل بيقول له ايه؟ الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ لو حد في الدنيا كده وقال لك انا هقول لك على مكان كنز، انت عمرك لما تاخده هتفرط فيه؟ اكيد طبعا عمرك ما هتفرط فيه، وهتبقى نفسك تعرف الكنز هو ايه. فعشان كده بقول لك دلوقتي اسمع الكلام ده للاخر، وهدلك على كنز من كنوز الجنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا ابا هريره، الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ فابا هريره استغرب كده على طول وقال له: بلى يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر ده كلنا بنقوله، بس انت تعرف فضل الذكر ده ايه؟ اكيد ما تعرفش فضل الذكر ده ايه اصلا. عشان كده انا جاي النهارده اقول لك على فضل ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن القيم بقى بيقول على الذكر ده بالذات ان هو ليه تأثير عجيب في معاناة الاشغال الصعبة وتحمل المشاق، وايضا في دفع الفقر وغيره 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 كتير. ده كله في ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. بس من المظاهر السيئة انك تسمع واحد بيقول لا حول الله يا رب. الكلمة دي اسم، ولو سمحت حد بيقولها لازم تنكر عليه، لانه هو اصلا مش عارف هو بيقول ايه. وبرضه من المظاهر السيئة انك تشوف واحد متعصب وبيقول لا حول ولا قوة الا بالله وهو متعصب كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى بصوتهم عالي، بس عشان صوتهم عالي فانكر عليهم وقال لهم: اربعوا على انفسكم. الكلمة دي جميلة خالص، بيقول لهم اربعوا على انفسكم، يعني خليكم هادين كده وبالراحة. اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما او غائبا. بيقول لهم انتوا ما بتدعوش واحد غائب ولا بتدعوا واحد ما بيسمعش. اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما او غائبا، انكم تدعون سميعا بصيرا. وبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف لما سمع ابو موسى الاشعري بيقول في سره بس كده وهو بيقول لا حول ولا قوة الا بالله، فبرضه فرح وقال له: كلها فانها كنز من كنوز الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبلغك بكنز من كنوز الجنة وانت لحد دلوقتي سايبه. واهم حاجة لازم تعرفها وانك بتقول الذكر، لازم 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 وانت بتقول الذكر ان انت تكون مستشعره بقلبك قبل لسانك. بس كده، ما تنساش تصلي على النبي. سلام.